أكبر وهم الشباب مصدقاه. أنا أحمد صادق ودي قناتكم صادق لايف، هشارك معاكم أي خبرة أنا اتعلمتها في حياتي في أي مجال حتى لو كانت بسيطة، يمكن تفرق مع حد. فلو حابب المحتوى بتاعي ومستفيد منه ياريت تدعمني بلايك واشترك في القناة، وده هيكون شرف كبير ليا وعندي بالدنيا كلها. ومن غير ما نطول خلينا ندخل في موضوع الفيديو. أكبر وهم الشباب مصدقاه إن النجاح بيجي فجأة، إن في يوم واحد كده من غير مقدمات هتصحى تلاقي حياتك اتغيرت، فلوس أكتر، شغل أحسن، راحة نفسية، وإحساس إنك بقيت في مكان تاني خالص. الوهم ده خطير لأنه مخلي ناس كتير جدا واقفة مكانها سنين، مش عشان شاطرة ولا عشان ما عندهاش إمكانيات، لكن عشان مستنية اللحظة اللي عمرها ما بتيجي. أغلبنا عايش على فكرة الانتظار، مستني الفرصة الصح، مستني الفكرة الكاملة، مستني يبقى جاهز، وكأن في لحظة سحرية وكل حاجة هتبقى واضحة والخوف هيختفي والثقة هتيجي لوحدها. بس الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها إن مفيش حاجة اسمها الوقت المناسب. أي حد ناجح حواليك لو رجعت ورا شوية في حياته هتلاقيه بدأ في وقت غلط بإمكانيات ناقصة ومش فاهم كل حاجة. الفرق الوحيد إنه مستناش. المشكلة مش إنك فاشل ولا إنك أقل من غيرك، المشكلة إنك فاكر إن النجاح محتاج قفزة كبيرة، قفزة تخليك توصل بسرعة وتعدي ناس كتير وتحس إنك عملت حاجة ضخمة. لكن الواقع مختلف تماما. الواقع بيقول إن النجاح مش قفزة، النجاح سلم، درجة فوق درجة، خطوة صغيرة ورا خطوة صغيرة. بس لأن الخطوات دي بسيطة بنستهين بيها وبنكسل نعملها وبنستنى حاجة أكبر. السوشيال ميديا زودت الوهم ده، بنشوف النهاية ومش بنشوف البداية، بنشوف شخص ناجح مش بنشوف السنين اللي تعب فيها ولا الغلطات ولا الفترات اللي كان فيها تايه ومحبط. بنقارن تعبنا الحقيقي بصورة وفيديو ولقطة محسوبة، وده بيقتل أي دافع جوانا. أكبر غلطة بنقع فيها إننا بنستنى نبقى جاهزين، مستنيين الثقة تيجي ومستنيين الخوف يختفي ومستنيين الظروف تبقى مثالية. بس محدش قال لنا إن الثقة مش بتيجي قبل البداية، الثقة بتيجي بعد الغلط، بعد ما تجرب، بعد ما تقع، بعد ما تقوم، مش قبل. مفيش حد بدأ وهو واثق 100%، الكل بدأ وهو متلخبط. الفرق إن في ناس كملت وناس فضلت واقفة. أنت مش محتاج تغير حياتك كلها مرة واحدة ولا محتاج تعمل انقلاب، ساعة في اليوم كفاية، خطوة صغيرة كفاية، حاجة بسيطة بس تتعمل كل يوم. لأن البسيط اللي بيتكرر أكبر من الكبير اللي بيتأجل. لو حاسس إنك واقف مكانك مش معنى كده إنك ضايع، يمكن كل اللي ناقصك إنك تبطل انتظار وتبدأ تتحرك حتى وإنت مش جاهز، حتى وإنت خايف. لأن في الآخر مش كل اللي بدأ وصل، بس كل اللي وصل بدأ وهو مش جاهز. ابدأ دلوقتي باللي معاك ومن مكانك. وفي النهاية لو الفيديو عجبك أو استفدت منه بأي حاجة ياريت تدعمني بلايك واشتراك في القناة، وده هيكون شرف كبير جدا ليا. مع السلامة.